السلام عليكم. محتارة في أكل النهاردة؟ محتارة كل يوم تعملي فطار إيه أو تجيبي عشاء إيه؟ تعالي هاتي نص كيلو دقيق وكوبايتين مية من غير ولا بيض ولا لبن ولا سمنة ولا أي حاجة. هنعمل ألذ وأشهى فطاير وأسرع فطاير ممكن تعمليها. تخمير 10 دقايق بس أو نص ساعة بالكتير هتكوني مخلصاها، والكمية اللهم بارك من نص كيلو دقيق زي ما انت شايفة هنطلع العظمة اللي انت شايفاها دي. والله يا جماعة من أسهل وأروع الفطاير اللي ممكن تعمليها. قد إيه اقتصادية وهشة وخفيفة وشايفين نتيجتها طرية حلوة جدا جدا. ممكن كمان تفرزيها، ممكن كمان تاخديها معاكي في الرحلات والمصايف. جميلة تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة، بس لو عجبتكم متنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا بقى بينا نصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعتنا. انا معايا 500 جرام دقيق متعدد الاستخدامات او جميع الاغراض، تمام كده. معايا كوبايه ميه دافيه او ميه عاديه من الحنفيه الجو حر. هنزل عليها بمعلقه ونص سكر، من معلقه ونص لمعلقتين سكر مش هتفرق خالص. هدوب السكر في الميه وهحط عليهم باكت خميره او معلقه كبيره مليانه خميره، وممكن قطعه خميره بيره قد عين الجمل كده. هدوب المكونات بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. سهله جدا مش هتاخد منك اي وقت. اهم حاجة تتأكدي ان الخميرة بتاعتك شغالة. تمام. هنزل على الدقيق بتاعي بنص معلقة ملح صغيرة، وهقلب الدقيق كويس جدا بالملح. وهنزل كمان عليهم بنص معلقة بيكنج باودر. ده اختياري، تحبي تحطيه او تشيليه براحتك، بس هو بيدي العجينة بتاعتك هشاشة حلوة جدا مع الخميرة. تمام. بعد ما قلبت الخميرة مع المية مع السكر نزلت عليها على الدقيق. معايا كمان نص كوباية زيت. دي علشان كوباية صغيرة انا خدت منها 3/4 وسبت فيها تقريبا معلقتين، هقول لكم هنعمل بيهم ايه في الاخر. تمام. لو انت هتستخدمي المج العادي بتاع الشاي اللي موجود في كل بيت يبقى نص مج باي مج موجود في البيت. هبتدي ادمج المكونات بتاعتي كده كويس جدا، اللي هي الدقيق والخميرة والمية. طبعا في الوقت ده العجينة بتاعتي هتعوز مني مية. انا حاطة معايا كوباية مية كمان، يعني انا حطيت كوباية في العجينة وجنبي كوباية. كل ما اجي ادمج العجينه والاقيها لسه عايزه ميه هنزل عليها بالتدريج، ما تنزليش بالميه بتاعتك كلها مره واحده، لان كل نوع دقيق بيختلف من نوع للتاني. هعجن العجينه قد ايه؟ بنعجن العجينه تقريبا لمده 10 دقايق. انا كنت حطيت المعلقتين اللي باقيين بتوع الزيت زي ما انتوا شايفين كده في مرحله لم العجينه، يعني في اخر مرحله في لم العجينه. عجنت العجينه بتاعتي لحد ما انتوا شايفين بالشكل ده. ناعمه العجينه بتاعتك ناعمه وكمان طريه جدا. انا مش عايزه العجينه بتاعتي يابسه. تمام. معايا نقطه زيت صغيره بس كده هلمع بيها الوش قبل ما هغطي بقى العجينه بتاعتي كده كويس جدا واسيبها في مكان دافي تخمر. هتاخد منك تقريبا نص ساعه عشان الجو حر جدا، فهتاخد منك نص ساعه في التخمير. هغطيها واسيبها، ممكن تغطيها بقى بستريتش راب بكيس بلاستيك زي ما انت عايزه. انا غطيتها بفوطه كده وهسيبها في مكان دافي تخمر. خدت مني قد ايه بالظبط؟ خدت مني نص ساعه على ما حجمها ضعف زي ما انتوا شايفين. هنا كان عدى عليها نص ساعه. شايفين العجينه بتاعتي قد ايه ناعمه وطريه جدا. كده انت تضمني ان المعجنات بتاعتك هتطلع اللهم بارك تحفه، وهتطلع معاكي كمان هشه. هبتدي اجزأ العجينه بتاعتي قطع، كل قطعه تقريبا قد البرتقانه البلدي الصغيره. حبه تصغري حبه تكبري، دي حاجه راجعه لك انت. هجزأ بقى العجينه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. انت ممكن في المرحله دي تفضي العجينه بتاعتك على سطح العمل وتجزئيها وتوزني لو انت حابه. انا بحب اشتغل كده واللهم بارك بتطلع معايا كلها متساويه وكلها احجام واحده. هقطع بقى كميه العجين اللي معايا كلها ونرجع لبعض على طول. على طول مش هسيبها تريح ولا اي حاجه، يعني مجرد ما خلصت تقطيع فيها مجرد ما اشتغلت. هاخد قطعه من العجين بتاعتي اللي هي اول قطعه انا اشتغلت فيها او قطعتها، وافردها بشكل ايه، اسطواني كده، يعني مش عايزاها مدوره. تمام. انا بشتغل على المفرش السيليكون ده، مش دهنه تحتيه اي حاجه ولا زيت ولا دقيق ولا اي حاجه. لو انت بتشتغلي على اي حاجه برضو ما تحاوليش ان انت تدهني العجينه سهله ومخدومه كويس جدا فمش هتلزق معاكي. تمام. هبتدي بقى اخد الجنب اللي انتوا شايفينه ده كده واتنيه لجوه، واخد المقابل ليه واتنيه لجوه، واخد الزاويتين الاتنين والزقهم مع بعض بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين الشكل؟ اظن الطريقه او الشكل واضح اكتر من الشرح. تمام. ده هتطلع شكل القارب كده. تمام كده زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. اهم حاجه تتاكدي ان انتي قافله الطروف بتاعه العجينه بتاعتك كويس جدا علشان ما تفتحش منك واحنا بنسويها. اهم حاجه نتك عليها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هاجي في الوسط ده في الفجوه اللي هي موجوده دي وابتدي ان انا انغزها كده بشوك عشان لما تيجي نسويها ما تقبش معاكي مره واحده. ادي شكلها النهائي. في صاج في صينيه اي حاجه متاحه عندك مش مدهونه اي حاجه. وهبتدي انزل بقطعه العجين او الفطاير بتاعتي اللي انا عاملاها. هعمل معاكم واحده تانية بنفس الشكل. هاخد العجينة برضو مش دهنة المفرش اي حاجة، وهفردها بشكل اسطواني او طولي شوية
علشان اعرف ادي الشكل اللي انتوا شفتوه معايا في الاول الفيديو. تمام. وهبتدي اخد من بره لجوه والزق الطرفين الاتنين في بعض. شايفين شكلها سهلة جدا، مش هتاخد منك اي وقت. وكمان ممكن لو انت مش عايزة تعملي الشكل ده ممكن تعمليها فطاير مدورة بس تجوفي الوسط بتاعها. هبتدي برضو اخد الوسط كمان واعمله بالشوكة واقوم جاية حطاهم في قلب صاج. هنا كنت حطيتهم في قلب صاج بشتغل فيهم على طول، مش بسيبهم يخمروا خالص، هي الجو حر والعجينة بترفع منك على طول. معايا الصوص اللي هدهنه في النص عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقتين 2 كبار صلصة، عليهم نص معلقة توم بودرة، نص معلقة زعتر، نص معلقة ملح، ونص معلقة سكر، ومعلقة زيت. بقلبه كله مع بعض كده على البارد وابتدي ادهن الفطاير بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. عايزه تقللي تكتري دي حاجه راجعه لك انت. دهنت الفطاير بتاعتي كلها في نفس البوله اللي كان فيها الصلصه، حطيت معلقتين او 3 زيت، وهبتدي ادهن الحواف بتاعه الفطاير بتاعتي بالطريقه دي. مش هستخدم ولا بيض ولا حليب، لون الصلصه مع الزيت هيديكي لون فطاير تحفه هتشوفيه دلوقتي في الفيديو. تمام كده. بعد ما دهنت الفطاير بتاعتي كلها هبتدي احط الحشوه بتاعتي. انا الحشوه اللي معايا دي ايه؟ دي معايا جبن مبشوره عليهم لانشون، اي حاجه عندك، حابه تحطي بس الصلصه دي وتحطي عليها كمان شويه خضار براحتك، حابه تحطي لحمه مفرومه فاهيتا فراخ براحتك، اي حاجه عندك هتنفع. لو سبتيها كده والله طعمها حلو جدا. شايفين النتيجه؟ انا ببتدي احط في الفجوه اللي احنا حطيناها بتاعه الفطاير دي، وهبتدي املاها كلها بالطريقه اللي انتوا شايفينها زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم الحشو ده راجع لكم انتوا، لكم حريه الاختيار. هنا كنت حطيت الجبن بتاعتي خلاص وهبتدي اكمل حشوه الفطاير بتاعتي. معايا ايه؟ معايا فلفل مقطعات، ده فلفل اخضر، ممكن تستخدمي فلفل الوان، ممكن تحطي اخضر بس او تحطي سبايسي. معايا كمان قطع طماطم شايله القلب بتاعها، قطعتين لانشون عاملاهم دوريات كده. وزي ما قلت لكم الحشوه دي راجعه لك، اي حاجه عندك حطيها. تمام. هبتدي احط الطماطم والفلفل، وانت بتحطي حاولي ان انت تضغطي بايدك على الحشو عشان تلزق معاكي. انا مش حاطه جبنه موتزاريلا خالص، دي بواقي جبن عاديه، فالجبنه مش هتلزق فيه. تمام. تكي بس اضغطي على الحشوه كده بالطريقه دي. وفي نفس الوقت انا كده وانا بحط ده كنت مشغله الفرن بتاعي يسخن، لان الفطاير لازم تدخل على فرن ساخن جدا. لو هتشتغلي في فرن البوتاجاز يبقى هتحطيها في درجه حراره 220، الفرن يكون مسبق التسخين. تمام. هتاخد منك في الفرن قد ايه؟ هتاخد منك تقريبا من 25 دقيقه او من 20 ل 25 دقيقه على نار عاليه. هتشغلي القاعدة من تحت. أول ما الفطاير بتاعتك تستوي هتشغلي الشواية. لو بتشتغلي من تحت الفرن بتاعك بيشتغل من فوق لتحت، خلاص يبقى تمام وزي الفل. كل شوية تقلبي الصاج بتاعك في الفرن. أنا مشغلة الفرن بتاعي يسخن، عملت الفطاير بتاعتي مفيش تخمير تاني. أول ما بخلص الحشو بالطريقة دي هسوي على طول، مش هسيبها تريح. الفطاير بتاعتنا طلعت كمية حلوة جدا، طلعت تقريبا ما يقارب من 16 او 17 فطيرة بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. حجمها حلو جدا وكميتها كمان اللهم بارك. هوريها لكم حلوة جدا من قد ايه؟ من نص كيلو دقيق. دول طلعوا كده 17 قطعة زي ما انتوا شايفين كده. اظن الكمية حلوة جدا، لو بتشتريهم من بره هيعملوا معاكي مبلغ. كده بقى هنطلع على طول نسوي في الفرن. انا بسوي في فرن غاز مش بسوي في فرن البوتاجاز. خدت قد ايه معايا في الفرن الغاز؟ خدت تقريبا 10 دقايق على نار وسط. هنا بس كان الجو عامل شوية فيه هوا فكان مخلي النار تطير. تمام. دي شكل الفطاير بعد ما طلعت معايا. اول ما بتطلع معاكي من الفرن بتغطيها بفوطه نظيفه وتسيبيها تريح عشان تبقى طريه. شايفين شكلها؟ اللون بتاعها ده راجع من لون الزيت او اللي كان على الصلصه اللي دهنا بيه الحواف بتاعتها. شكلها وطعمها اللهم بارك. اتمنى ان انتوا تجربوها، والله من اسهل والذ الفطاير او المعجنات اللي ممكن تعمليها. وده كان الشكل بتاعها بعد ما طلعت من الفرن وغطيتها وسبتها. تعالوا بقى اوريها لكم في طبق التقديم. في طبق التقديم دي كان شكل الفطاير بتاعتي. شايفين شكلها؟ اللهم بارك تحفه. كل ده من نص كيلو دقيق، ما خدتش منك اي وقت، تخمير مره واحده بس، وكمان طريه جدا. شايفين شكلها؟ انا هطبقها معاكم، اظن واضح ان هي طريه جدا. ممكن بقى انت في الوقت ده تعبي الفطاير بتاعتك في اكياس او تحطيها يعني تجزئيهم على اجزاء زي ما انت حابه وتحتفظي بيها في الفريزر. لما تعوزي تطلعيها على الرخامه او تحطيها في الميكرويف هتطلع معاكي نتيجتها تحفه اللهم بارك. شايفين شكلها قد ايه طريه وهشه وخفيفه جدا؟ كلفتناش اي حاجه، خدتش منك اي وقت. من بواقي التلاجة ممكن تستخدميها غدا عشاء، تاخديها معاكي في النادي، تاخديها معاكي في المصايف. حلوة جدا جدا، هتغنيكي كمان عن دوخة الفطار كل يوم. من اسهل والذ الفطاير اللي ممكن تعمليها. اتمنى ان وصفتي النهارده تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحطوا له لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
وان شاء الله الوصفه تكون بسيطه وسهله ليكم، واتمنى ان انا اكون فدتكم باي حاجه حتى لو معلومه بسيطه. اشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، دمتم سالمين.